أصحابي الحلوين، أكيد دخلتوا الفيديو ده علشان عاوزين تعملوا دوناتس محشية بدون ما تشرب ولا نقطة زيت، وتعرفوا هي ليه دايما بتشرب معاكوا زيت رغم ان العجينة مظبوطة 100%. وسر العجينة مفيهاش سر ولا حاجة، سر العجينة في طريقة قليها. طريقة القلي أهم من العجينة ذات نفسها. هعرفكوا ازاي تطلع معاكوا اسفنجية وفلافي من جوه، وتكون العجينة اقتصادية وبسيطة وموجودة مكوناتها في كل بيت. مش هنستخدم زبدة ولا حاجة، هنستخدم زيت. وشوفوا هتطلع معاكم بالجمال ده. أطرى وأخف دونتس ممكن تجربوه. العجينة فلافي طرية أكنكم خابزين كيكة اسفنجية بالظبط. اسمعوا الفيديو للآخر وإن شاء الله خليكم تعملوها من أول مرة بيرفكت. والكمية دي كلها بمكونات بسيطة ب4 كوبايات ونص من الدقيق، وهتطلع معاكم أكنكم شارينها من أكبر المخابز أو محلات الحلويات. يلا نبدأ في طريقة الإعداد. وأهم حاجة لو حبيتوا الفيديو حطوا لايك علشان يوصل لناس تانية كتير. مكونات العجينة بسيطة جدا. هنحتاج كوباية من الحليب الدافي ونص كوباية من المية. انا استخدمت الاكواب المعيارية، ممكن تستخدموا اي كوباية عندكم بس تقيسوا بيها كل المكونات، لان الالتزام بالمكونات بيفرق في نجاح الوصفة. هنحط معلقة كبيرة من الخميرة الجافة الفورية اللي هي مش محتاجة جو علشان تتفاعل فيه. بنحط كل المكونات على بعض كده. 4 معالق من السكر، معلقة كبيرة من الخميرة الفورية الجافة، وبيضة. وهنقلب المكونات دي مع بعض. بعد كده هضيف ربع كوباية من الزيت. انا ما ضفت الزبدة نهائي، والزيت على فكرة بيخلي العجينة طرية جدا وحلوة. هنقلبهم تقليبة كده، وبعد كده هننزل نص كمية الدقيق. يعني هضيف كوبايتين كبار من الدقيق، وهنقلب بالمضرب السلك كده لحد ما العجينة تلاقوها بقت ناعمة. انا هخمرها على مرتين علشان نضمن ان العجينة تكون فيها كمية حلوة من الهواء وتطلع معاكم خفيفة وفلافي. غطيتها لمدة 10 دقايق في مكان دافي لحد ما الخميرة اتفعلت كده وطلعت فقاقيع. بعد كده هزود باقي كمية الدقيق تدريجيا. الدقيق بيختلف من نوع للتاني، ممكن تحتاج معاه 4.5 أو 5 عندكم، على حسب امتصاصه للسوائل. فنضيف تدريجيا لحد ما العجينة تبقى معاكم ملساء وناعمة وتلزق شوية بسيط في الايد. زودت معلقة صغيرة من البيكنج باودر ورشة من الملح، وقلبتهم زي ما انتوا شايفين كده. بعد كده هزود بقى كمية الخليط. شوفوا العجينة ناعمة ازاي. هزود باقي كمية الدقيق تدريجيا زي ما قلت. او ممكن الخطوات دي كلها تعملوها في العجان، ما تعملوهاش على ايديكم. بس المبتدئين اللي هم مش عارفين يعملوها ازاي او مش متوفر عندهم عجانة، يقدروا يعملوها بايديهم وهتطلع معاكم العجينة مظبوطة 100%. عجنت العجينة لمدة 3 دقايق لحد ما لقيتها بتلزق شوية في ايدي كده، فهحطها على الرخامة علشان ابدأ بقى املسها واخليها تكون ناعمة جدا وما بتلزقش في ايدينا. بنحط شوية من الدقيق على ايدينا كده ونفضل بقى نقلب فيها يمين وشمال لحد ما تلاقوها بقت زي كده. شوفوا قد ايه ناعمة ومش بتلزق في الايد قوي، بس طرية مش جافة. هي دي القوام الصح للعجينة. هغطيها ببولة تكون مدهونة زيت لمدة ساعة او ساعة ونص على حسب المكان. انا بدفي الفرن وبعد كده بحطها فيه في خلال ساعة ونص بتكون جاهزة. بعد ما العجينة ازدادت للضعف وخمرت معايا، بقلبها على الرخامة تكون مرشوشة كمية حلوة من الدقيق علشان ما تلزقش معاكم. وبعد ما نيجي نقطعها الدوائر ما تلزقش في الرخامة. فنحط كمية حلوة من الدقيق من فوق ومن تحت. وبعد كده هجيب النشابة. خطوة فرد العجينة من اهم الخطوات المهمة جدا جدا. بنفردها ما تكونش تخينة قوي ولا رفيعة، بحيث ان هي لما تيجي تخمر مش هتزداد للضعف، فمش هتطلع معاكم منفوشة وحلوة. فتكون بنص عقلة الصباع كده. مش عارفة هتعرفوها ولا لا، بس تشوفوها كده بالعين. تكون مش تخينة قوي ولا رفيعة. استخدمت قطاعات الدونتس او القطاعات اللي هي بتكون مدورة دي. لو مش متوفرة عندكم استخدموا الكوبايات او الكاسات. خطوة مهمة جدا وبتفرق في شكل العجينة الدونات. لما تيجوا تقطعوها اضغطوا على القطاعة كويس جدا بحيث ان هي تفصل اجزاء العجينة عن بعضها، علشان لما نيجي نشيلها زي كده ما تلزقش معاكم زي ما هتعمل معايا دلوقتي. شوفوا فجبت القطاعة ورحت قطعتها تاني. وشوية العجين الملخبطين مع بعض دول هنعجنهم تاني لحد ما تكون ناعمة كده، ونسيبها ترتاح على جنب. مش هتخمر كتير، يعني في خلال 15 دقيقة كده هتلاقوها بقت ارتاحت وبقت حلوة.
بعد ما بنقطع العجين زي ما انتوا شايفين كده بنحطه على ورق ابيض يا اما ورق زبدة، بنقطعه مربعات على حجم العجينة، وبنغطيهم بقى لمدة نص ساعة او ساعة الا ربع لحد ما العجينة تلاقوها قلبظت كده وبقت كور مرتفعة وفيها كمية من الهواء حلوة. شوفوا بقى لازم تكون معاكم مرتفعة زي كده علشان لما تنزل الزيت ترتفع اكتر وتحبس كمية حلوة من الهواء وتكون خفيفة وفلافي. اهم الخطوات بقى اللي في الفيديو لازم تطلعوا بيها. الزيت هنحط الزيت يكون سخن، يعني اول ما نحطه هو بارد كده بنولع عليه للمتوسط مش للعالي، عشان لو العالي هيبقى سخن معاكم جدا وممكن الدونتس تنحرق معانا اول ما ننزلها. درجة حرارة الزيت بالترمومتر لو عندكم 160، ما تكونش هادية ولا عالية قوي. بتلاقوها كده بتطلع فقاقيع بسيطة من الجوانب زي ما انتوا شايفين، بتاخد لون من تحت بنقلبها تاخد لون من الجهة التانية وبعد كده بنشيلها، مش بنستنى تتحمر ولا لا. وعوامل نجاح العجينة ان تلاقوا فيها خط ابيض من المنتصف. تاني الزيت اهم حاجة يكون مش سخن قوي، يكون درجة حرارته وسط. يعني انا دلوقتي مولعة عليه درجة الحرارة اقل من الوسط بسنة بسيطة بس مش هادية. ده اهم حاجة، يا رب تكونوا بس فهمتوا علشان ده اهم خطوة في الفيديو، هي خطوة القلية كده. شوفوا الكمية دي برضو عملتها اللي هي الاخرانية العجينة الملعبكة، حطيت كمية كبيرة من الدقيق تحتها وشلتها عادي بايديا، لا علمت صوابعي فيها ولا اي حاجة. يعني ممكن تستغنوا عن خطوة ورق الزبدة. بنحط شوية من الزيت كده من فوق علشان نخليها تعلى وتتشمع. ولو انتم مهدين درجة حرارة الزيت هتشرب معاكم كمية كبيرة جدا من الزيت. وكمان لو انتم مزودين كمية الزيت كبيرة جدا عن الكمية اللي انا عاملاها دي هتشرب معاكم زيت برضو. فالزيت ما يكونش كتير قوي، ما تعوموش الطاسة وتكون فيها كمية كبيرة من الزيت. بنطلع الدونتس على مناديل مطبخ او تكون اوراق نظيفة، واهم حاجة ما يكونوش فوق بعض كده علشان الهواء اللي فيه ما يطلعش، يكونوا مفرودين زي ما انتم شايفين كده. لو حابين تغلفوها بالسكر الناعم مش البودرة يفضل وهي دافية او سخنة، لازم تغلفوها علشان السكر يمسك فيها. لو هتعملوها بالبودرة وده انا بفضله عادي ممكن تبرد عادي جدا وبعد كده نغلفها. شوفوا قوام الدونتس عامل ازاي، مرتفعة خفيفة فيها الخط الابيض، يبقى هي كده ناجحة 100%. انا هستخدم سكر بودرة ناعم ابيض وسكر بودرة حطيت عليه معلقتين كبار من القرفة اختياري، وهستخدم كمان كاسترد او كريمة الباستري كريم. تقدروا بقى تستخدموا وتبدعوا في اي حشوة انتوا بتحبوها. ممكن تعملوا مربى مشمش، مربى فراولة، ودي الفراولة انا بعشقها فيها. بنجيب القمع ده مخصص للحشوات دي، مش متوفر عندكم بالمعلقة وخروم وخرم كده، وبعد كده احشوها. وهنغلفها بالسكر البودرة. السكر البودرة بعد ما بنحطه عليها كده ب10 دقايق بتحسوا انكم حاطين طبقة من الجليس كده، شكلها رهيب جميلة جدا. السكر البودرة احلى من السكر التاني. ازاي تعرفوا انكم حشيتوها وهي مش محتاجة حشوة تاني؟ لما بتيجوا تحشوها بتفضلوا تتكوا كده على الكيس الحلواني لحد ما تلاقوها تقلت معاكوا وبقت مقلبظة، يعني خلاص هي مش محتاجة حشوة تاني. خلاص كده خلصت الكمية وقدمتها. شوفوا الجمال اكنكم شاريينه من احلى المحلات، صدقوني طعمه رهيب جدا. بتاخدوا واحدة ورا التانية ومش بتحسوا ابدا. شوفوا بقى طبقة الجليز بتاعت السكر البودرة اللي انا قلتلكم عليها. شوفولي قد ايه العجينة خفيفة وفلافي رهيبة. لو طلعتوها بالنتيجة دي يبقى انتوا تستاهلوا تسقيفة، لان دايما لما كنت بعملها كانت بتشرب معايا زيت، بس لو التزمتوا بدرجة حرارة الزيت ان شاء الله تطلع معاكم من اول مرة بيرفكت. ناس كتير بيعملوها بيقدموها في الحفلات او ممكن تعملوها كصنف من اصناف المشاريع، بيعملوها ويطلعوها برضو بتكون جميلة جدا. انا ما حشيتش الكمية كلها بالكاسترد، هتلاقوني بقى كاتبالكم المكونات كلها تحت في صندوق الوصف، وهقسم لكم الكمية على 2 او تزودوها للضعف على حسب الكمية اللي انتوا حابينها. ناس كتير بتسأل ازاي تحفظ الدونتس. انا كندا ما بحب شكله تاني يوم نهائي، الكمية بعملها اول يوم تخلص اول يوم بالظبط، مش بالظبط قوي يعني ممكن ينفع تاني يوم برضو. جربوا الوصفة وابعتولي الصور على الانستجرام علشان ارفع تطبيقاتكم في الستوري. اشوفكم على خير في فيديوهات تانية كتير. باي باي.